حبايبنا حلوين، ازيكم؟ عاملين؟ وحشتونا جدا 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 جدا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا فيديو منتظر، فيديو تعليق زينة رمضان. بقى كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. طبعا انا كنت مستعجله جدا جدا ان احنا نعلق الزينه من بدري قوي من بعد اول فيديو رجعنا لكم فيه، بس محمد قال لي ايه نستنى شويه عشان خاطر قريبه من رمضان. فعلا فاضل على رمضان يا دوبك 3 ايام ولا 4. النهارده الثلاث ورمضان المفروض يوم السبت، وفي ناس بتقول يوم الاحد، بس احنا هنحتسب ان هو السبت ان شاء الله. خلاص يعني ما عادش وقت، واحنا مش حابين بقى نتزنق زي كل رمضان في حته الزينه. السنه دي حاولنا نعمل كل حاجه بدري. يعني حتى روقت البيت بدري، نظفت تنظيفه رمضان بدري قوي اصلا عن ميعادها. حاسه ان اصلا هرجع انضف تاني لما رمضان يجي. فتعالوا نشوف بقى الحاجه اللي معانا. وقبل طبعا ما نوريها لكم عايزينكم تعملوا لنا ايه لايك، اشتراك، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الحلوه. واظن ان احنا نستاهل منكم لايك الفيديو ده، لان احنا بقالنا كذا يوم بننزل فيديوهات وبنحاول ان احنا ما نقصرش معاكم على قد ما نقدر. والمفروض ان انتوا يعني ايه تدونا ايه نبذه تشجيع كده بسيطه منكم. وعايزين نقول كل سنه وانتم طيبين حبايبنا في السعوديه، اخواتنا، ويعني من اكتر الناس اللي احنا بنحبها على السوشيال ميديا بجد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم الوطني. يوم التأسيس يوم التأسيس السعوديه، واليوم الوطني في الكويت. اليوم الوطني. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه بقى. وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. ويلا بينا. يلا بينا. دي بقى حاجه رمضان، في منها القديم وفي منها الجديد. هناخد على قد ما نقدر والباقي هنسيبه، اللي مش محتاجينه هنسيبه، ولو احتاجناهم كلهم خير وبركه. بص دول الجديد، دول الجداد. ده علبه كده. اليومين دول بقوا بيبيعوا الحاجات دي في علب، معرفش ليه، بس تقريبا عشان ما تتبهدلش يعني، وفي حاجات تقع وتتكسر. والعلبه دي انا هحتاجها بقى، حبيتها قوي العلبه دي. بصوا بقى، ده حبل نور. في دي كلها بتنور عليها رمضان كريم من ورا فنانس وحاجات من دي. وتقريبا اغلب كلهم نفس الموضوع. وديت اللي هي الايه اللمض العاديه يعني. استنوا بقى كده نطلعها هنا. وده مفرش برضو جديد. ده كله جلد. والله وانا حتى الان مش عارفه احطه فين بصراحه. على الترابيزه الصغيره اللي هناك دي، ولايق عليها ولايق على اللون اللي هناك كمان. هنشوف ونجرب. اللي لايق نسيبه واللي مش لايق هنشيله. ده بقى طقم يا جماعه، مش عارفه كام قطعه، 15,000 قطعه باين. بصوا دي اكيد للكنب على فكره، وبتمشي ترابيزات. لا لا لا، هي كنب يا هلا، كنب عشان هي فيها بس طرف واحد. دي برضو كنب، بس كنب صغنن. ودي واحده كبيره تانية برضو. ودي الكنبه اللي هي المفروض اللي وسط يعني. طب ما تيجي نجرب على طول دلوقتي. استنوا بس هقول لكم عشان عايزه اخد رايكم في حاجه. بس ابقى اوريهم بس الاول. ودي اللي هي المناديل الصغيره يعني. ماشي. الوقت محمد بيقول لي ان احنا عايزين نحط ده على الكفر بتاع الكنب. انا شايفه ان هو مش هيبقى جميل، فانا عايزه نجرب مع بعض ونشوف. والله لو حلو هنسيبه، مش حلو هنشيل الكفر. عايزاكم انتوا طبعا تكتبوا لنا كده في الكومنتات، سواء حلو على الكفر، حلو مش حلو يعني ادونا رايكم يعني من الاخر. يلا ماشي. يلا على طول نبدا دلوقتي. يلا. وخدي دي كمان بالمره، حطيها برضو على خدي يا هلا. نشوف بقى كده الشكل العام هيبقى ايه. والله بصي مبدئيا يا هلا تحفه. عملت حاجه. لا مبدئيا حلو، لان بصي خدي بالك ان المفرش ذات نفسه اللي هو بتاع رمضان ده في لون من الكفر بتاع الكنب اصلا. يا رب الطول بس في الاخر. لا حلو. لا رايق قوي على فكره. باين بصي يعني. استنى عشان خاطر لقينا الطول طلع زياده، فانا عايزه اظبطها. ماشي براحتك. طيب بصوا احنا هنظبطها ونجيلكوا تاني، عشان خاطر بس انا مش عارفه اركز دلوقتي كده واوطي براحتي. هظبطها ونجيلكوا تاني. عايزه اقول لكم ان المنظر تحفه بصراحه. ما كنتش متخيله ان هو يبقى حلو كده. تعالوا بصوا بقى كده نتفرج كده مع بعض بالراحه كده بعد ما فرشناهم كده وظبطناهم. شياكه يا جماعه بجد ما شاء الله. اهم حاجه تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات بجد، عشان خاطر انا بهتم قوي برايكم. الحاجه حلوه ولا لا، محتاجه تعديل ولا لا، انا بهتم برايكم قوي. المفرش الجلد مكانه هنا تحفه. الفرش ده انا كنت جايباه لمحمد السنه اللي فاتت في عيد ميلاده، فاضطرينا ان احنا نستعيره هناوت يعني معانا. بصوا حلو قوي يا جماعه. بس انا شايفه ان احنا نشيل بقى الكوشنات ديت. لا والله بالعكس، نسيب الابيض بس. والله انا شايف بالعكس. بص انتوا قولوا لنا يا جماعه رايكم في الكومنتات.
ما تنسوش بالله عليكم، ما تنسوش، ما حدش ينسى يكتب. انا شايف ان هم لايقين على بعض قوي. هم حلوين مش وحشين، وحلوين بس قوي. يعني انا حاسه ان هم لو اتشالوا المنظر هيبقى ارق بكتير. لا اهو يا جماعه حلو قوي بجد، حلو حلو بجد. لا بس انا ان شاء الله هنزل تاني هجيب اللي هم الاكياس اللي بتحط جوه المخده ديت، واحط لو لقيتي المخدات جوه الكياس اللي هي بقى مكتوب عليها اهلا رمضان والحاجات دي. لو لقيتي، انا بقول لك، انا اللي بقول لك هاتي عادي مش مشكله. لا انا كده لكن كده هجيب. لو لقيتي تعالوا نكمل بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. يلا. دي حته تشال بقى مكانها هيتغير. عايزه اقول لكم ان هم كانوا 3 وواحده اتكسرت، فانا زعلت قوي عشانهم. طيب هنحط ايه بقى ده؟ سيبك، استني. انا متشوقه جدا جدا. ماشي سيبك بس من ده، انا هعلقه فوق، هنزله من فوق كده، سيبك منه خالص. حط دي في النص زي السنه اللي فاتت. بصراحه كان يعني بالراحه، بس بالراحه عشان احنا بصمنا. عايز اقول لكم ان احنا مجمعينها بالعافيه تاني يا جماعه. مالك يا هلا في ايه؟ معوجه ليه كده يا ماما؟ انا عايزاها معوجه، مش عايزاها مظبوطه كده، لا انا مش عايزاها كده. بالعكس هي كده جميله. تعالى نحط دي الاول. طيب ماشي. بس هي هتتكوى فاحنا هنكويها وبعد كده ايه نيجي نحطها مع بعض. طب ما بالمكوه التانيه اسرع. لسه بقى هنقعد ونعمل. تكوي. بس انا مش عايزه اقرص قوي عشان ما نبوظهاش. لا علي الحراره عادي. اتعلموا يا اولاد. هلا بتكوي بمكوه شعر. شغل فاخر من الاخر ده. عشوائي. عشوائي. عشوائيات. الله يسامحك يا اخي، مش هرد عليك، انا اسيبهم هم اللي يردوا عليك. يعني بالله عليك حد بيعمل كده؟ طبعا. ده انت عارف ان في ناس بتكوي الطرح بالمكوه دي؟ كده تطلع روايح. هو بس صوابع، بس اهم حاجه ياخد بالك من صوابع، الله يسترك. يا جماعه اللي عايز يكوي اي حاجه يكلمني. هنخش دلوقتي على شعر محمد. سيبي شعر في حاله. شعري من ساعه يا جماعه ما رجعت من العمره والله العظيم وهو مش مظبوط. ودي فرصتي عشان خاطر نطول شعر محمد تاني، نشده شدتين كده بالمكوه. مش عايز يطول من ساعه ما رجعت من العمره وهو بيطول بصوا بالقطاره يعني بجد، مش عارف ليه بجد. لو حد عنده نصايح ليا يا جماعه يقول لي. يا عيني. لان شعري غالي عليا قوي. بعد 35 سنه بيفكر يطول شعره. لا يرجع لطبيعته بس. هياخد وقت محمد، بس هو هيرجع لطبيعته عادي، بس هياخد وقت شويه. بس خلاص كفايه. استنى بس اعدلها كده عشان حاسه ان انا كسرتها. بس ماشي اللزق ده السنه اللي فاتت. جميل خلاص. كده. يلا هاتي لي بس لزق تاب كده من الدرج. لا يلا. احنا السنه اللي فاتت كنا حاطين دي زي برضو كده، وكان شكلها حلو قوي. فكرتني المطابخ بتاعه الشيفات. اللي بيجوا على CBC سفرة دايما بيعملوا الحركه دي. استني بس كده ايه، هنطلعها كده فوق ولا ننزلها لتحت؟ لا خليها بالظبط كده. طب حسب. تعال امسك هنا يلا. والله اقطع اللزق ولا اعمل حاجه. امسك عشان اقطع اللزق. وهناخد واحده كمان هنا وشكرا. والله حلو قوي الحركه دي على فكره، حلوه قوي. كنت عايزه تتكوى كمان على فكره. عادي وهي معموله كده، وعايز تكوي بكوي. لا ده بيسيح، مش عايزه اعدي المكوى على ده كده يا جماعه اول مرحله هنا ماشي. المرحله اللي بعد كده بقى ايه؟ دي فكري كده هلا على الهادي خالص. مشكلة صوتها مزعج شويه. معانا بقى هنا لزق دبل فيس. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ بس قبل ما نفتحه هنحدد احنا هنحط دي ازاي. الله يا جماعه حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه جميله. عايزه بقى كرسي عندك وكرسي عندي عشان نعرف نظبطها. ماشي ثانيه واحده بس كده. الفيشه عندك اهي كمان. ايوه تبقى حلوه قوي صح. ايوه بس قربها ليا كده، خليها. ولا نحطها جوه احسن؟ جوه فين؟ في الليفينج. لا هنا الحيطه الكبيره اللي ورا ظهرنا. لا هنا مفيش فيشه قريبه لها اصلا. هنا هتبقى تحفه، بس عايزه تترفع لفوق شويه. ما احنا كده هنرفعها خلاص. احنا بس نحط اللزق هنا خلاص. بصي حطي كده هنا. ممكن نبقى نجيب واحده تانية للليفينج برضه. هي جميله بصراحه. بس يا جماعه هي بجد حلوه قوي قوي قوي. هموت اشغلها. الله جميله قوي. حاسبي بقى كده هلا. تحفه. حاسبي لي. استنى لما افصل احسن نكهرب. طب انت عايز كرسي كده، محتاج كرسي عشان تظبطها. ولا كرسي ولا حاجه. احنا دبل فيس كده كان بيتباع هناك في المحل. حلو قوي اهو. في زي مسمار كده عشان خاطر ايه تعلق اضيق عليها حاجه. احنا اصلا شفناها هناك متعلقه في المحل،
كان شكلها حلو قوي لفتت انتباهنا. لفتت نظرنا كده، ومحمد قال لي انا عايزه اجيب زي ديت، قلت له اه فعلا حلوه. جبنا واحده بس يعني الاشكال اللي عليها ما كانتش عاجبانا، فقعدنا ندور لحد ما تلاقينا الشكل ده كان حلو قوي. اهلا رمضان رمضان كان البتاعه دي بتغني رمضان صح؟ ايوه جماعه محمد استنى مطفيتنا، محمد ما جابليش فانوس السنه دي ولا جاب لي حد من العيال وايه تاني؟ ما جبتش ايه تاني والله ما بشحت. مش المفروض يجيب لي بوكس كده فيه فانوس رمضان وشوكولاته كتير، ويجيب لي كده حاجات كده من اللي المخطوبين بيعملوها دي. بقالنا كام سنه متجوزين ما جابليش اي حاجه من الكلام ده يا جماعه. ما هو لما الحاجات دي كلها يعني ايه يعني؟ ايه يعني ايه مش فاهمه. كل ده بالنسبه لك ايه يعني؟ ده للبيت مش ما ليا. انا جايب لك اهو للبيت يا بابا، حبل نور كامل. للبيت مش ليا. جايب لها حبل نور كامل يا جماعه ومش عاجبها. من حق كل مواطن ان هو في رمضان يجي له بوكس فيه فانوس وشوكولاته ومصحف والحاجات دي كلها. ماشي اللي انت عايزاه ماما، انت عايزاه حبيبتي اجيبه لك. روح يا شيخ يخليك ليا ما تحرمش منك، بس تجيب اهم حاجه. هي عايزه تعلى سنه برضه على فكره. تعلى فين؟ هو انت فين طيب؟ لا بص من اول دي كده اهوت وابدا ارفع لفوق. طب استني بس. طب لا كمل كده كمل. ايوه صح. ايوه اصل انا تلاقيت دي نازله قوي فحسيت ان هي هتبقى لازقه في البتاع الرخامه يعني. لو صبر بيقول لك في مثل بيقول لك ايه؟ لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. كان مات لوحده. يعني كده ده ميت وده ميت. ايوه استنى بقى لما نطفي دي عشان دي حلاوتها تبان. خلاص كده. لا لسه هظبطها كمان. انا بس بقى ايه؟ لسه في واحده اهي. الله لا جميله يا جماعه، جميله. شغالي كده يا هلا. واو ما شاء الله. استنى هحط لكم النور الكبير اصلا عشان تشوفوا. استنى واو الله. لا يا جماعه لا تحفه يا جدعان، تحفه. احلى حاجه جبناها السنه دي وكل السنين اساسا. بجد جميله بجد. ممكن نلف نعمل واحده كده رائعه، وواحده رمضان كريم هنا وواحده هنا ايه. وممكن يعني هنا في رمضان كريم اهي شايفينها، ممكن نلفها كده تبقى فنانيس عارفينها. ايوه رمضان مبارك. وبتقعد بقى تغير الاشكال النور لوحدها بقى، فاهمني اهي. بس بجد رهيبه. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اخلي ادم ونوح معانا هنا يعني، واحنا بنعلق بقى الحاجات ديت ويفرحوا كده وبتاع، بس نوح صعب جدا. هنفاجئهم بقى في اخر الفيديو ده، هنفاجئهم. الله حلو قوي، هنفاجئهم. بالحاجات دي كده لما نخلص بقى نقول لهم تعالوا اتفرجوا بقى وكده. طبعا نوح مش هيبقى في دماغه قوي. طيب القلل بقى، الانوار هتلفت نظره. القلل ماشي. ايوه حلوه. اطفيها بقى عشان ما تزغللش العين. لا خلاص. القلل هتتحط قله هنا، قله ايوه، وقله هنا كده ماشي. ولا هنا الدنيا مبهرجه كده لوحدها؟ انا حاسس كده. لا كده زي الفل كده اهوت. طب وده نحطه على السفره بقى وخلاص. نفرش المفرش الكبير ونحطه على السفره. ماشي، بس وقت التصوير هيتحط هنا. هو تحفه هنا يا جماعه، بجد تحفه كده، حلوه قوي اهو. هو انت كده مش مبهرج الدنيا؟ ما هي هو ده هنا كده عشان بس هقول لك على حاجه، احنا ممكن نحطه على السفره وقت التصوير نرجعه بس وخلاص. طيب تعالى بس كده ايه نلم الدنيا. رمضان اهو نور فوانيسه يا حلاوه التين. هو مش عايز يتفرد ليه؟ والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. هي افرحوا يا بنات. بص انا عمال اتفرج على النور في مش مركز معاك خالص. مش مركز معايا. ماشي استنى بقى عشان المفرش ده رزل قوي مش عايز يثبت. عايز يتكوى برضو. انا عايزه ايه اعمله كده من النص، انكشه من النص كده. هتعملي ايه بقى؟ حط فانوس يمين وفانوس شمال براحتك. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. ايه رايك كده؟ اللي انت عاوزاه. شوف انت عايز ايه عادي. ماشي حلو كده. نعمل ايه تاني؟ نخش على الليفنج بقى كده. الانتريه كفايه صح؟ كفايه قوي عشان احنا كده افورناها قوي يعني. كفايه قوي في قلبناها حاره العيد.
كفايه قوي في الانتريه، وتعالوا بقى نخش على الليفنج يا جماعه. بصوا يا جماعه، منظر بس عشان بصوا يا جماعه بنصور. نوح، بصوا نوح مستغرب البتاع ازاي. بصوا ايه يا نوحه، بصوا نوح يا جماعه إيه؟ مستغرب، نوح مستغرب. في ايه اللي حصل في البيت؟ حلو يا ادم، اطفي يا ادم عشان نسمع. حلو. بس اطفي بس كده عشان الصوت. يا نوح ايه رايك؟ جميل. راشح ومبهدل نفسه. تعال امسح مناخيرك عندهم يا برضه هما الاثنين والله. يا عم اسكت بقى يا عم، مش لازم طبعا تخرب نوح مش الدنيا هيسيب بقى. الحاجات دي في حالها. ايه رايك عامة يا ادم؟ حلو. جميله. جميل. اكتر حاجه استغربت منها اللي اللوند. طب وكده حلو. حلوه يا نوح. بص نوح. لازم نجيب له فانوس يا محمد يكون بيمشي بيعمل اي حاجه. اكيد هنجيب لهم فوانيس طبعا، عشان هو اول سنه نوح يبقى ايه بيمشي وكده واللي هو بيتحرك وبيمسك الحاجه وكده. ده كان السنه اللي فاتت كان لسه صغير خالص ولسه مولود مش فاهم اي حاجه ولا يعرف يحرك اي حاجه. فانا نفسي السنه دي اجيب له فانوس. عايزه اتكلم. شيل بنت الحجره هلا عشان هنصدع لا طول مش طول ما رمضان. ينفعش، هي سماعه من تحت. ماشي. ف إيه يا نوح، عايزه حلو. افرحه يعني، عايزاه يبقى فرحان هو وادم. اكيد طبعا هنجيب لهم فوانيس طبعا. ايه يا نوح خد بابا. احنا كنا يعني داخلين ان احنا على اساس ان في حاجات نعلقها في الليفنج، بس الحقيقه ما تلاقيناش حاجه، تلاقينا الحاجه قليله جدا، ما فيش الا دول بس. ف هنعلقهم برضو، وهنجيب حاجات تانية بقى نحطها على الحيطه. ممكن نجيب طقم نفرشه هنا. انا شايله الكفر بتاع الركنه وبغسله والمخدات وكده، وعشان كنت بروق هنا، وبكره ان شاء الله هفرشهم. بس تلاقينا مفيش حاجه تتعمل يعني، الحاجات خلصت خلاص. فممكن بقى نبقى نجيب حاجه تاني ونبقى نوريها لكم بقى ايه في فيديو تاني وكده. وبس يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واستنوا ان شاء الله فيديوهات حلوه جدا جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.